السلام عليكم حبيب الله، عاملين ايه؟ نفس السيت اب، بنفس اللبس، بنفس كل حاجه، ما اتحركتش من مكان، نفس كل حاجه، عادي مش مشكله. المهم فيديو صغير جدا 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 عن التهويه في الشتاء. في الشتاء انا بحتاج حاجه اسمها التهويه الدنيا، يعني اقل نسبه تهويه واكسجين الفرخ يقدر يكون مرتاح عليها. الشتاء ميزته ان اقل، يعني المتر المربع او المكعب ايا كان، مش في الرياضه، بيكون محمل بكميه كثيره جدا من الاكسجين جدا، فده بيخلينا اقل تهويه دنيا تظبط وتلعلع الفرخ. حلو الكلام. فعشان كده مصطلح التهويه الدنيا هتسمعه كتير في الشتاء. كثرت المعادلات في التهويه، معادلات لا تعد ولا تحصى، وهوب ربع الحراره الخارجيه كام، وعندك الوزن يضربه في 100 وضعف الوزن، وحاجات معقده، وعمره اسبوع بيحتاج 4 من 10 وعمره 10 ايام. فكك من كل ده، فكك من كل ده. انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا 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 في كلمتين. من عمر يوم، من 10 ايام، الكيلو اللحم، كيلو اللحم، احنا هنتبع التهويه على نظام ايه؟ كيلو اللحم. كيلو اللحم بيحتاج 1.5 ل 2 متر مكعب هواء. كيلو اللحم، اضرب على كتاكيتك او فراخك في الوزن بتاعهم، هيطلع لك رقم 100 كيلو مثلا. يبقى انا عايز ايه؟ 100 كيلو. فالكيلو بيحتاج 1.5 او 2 متر من اول يوم لحد يوم العاشر. يبقى 100 كيلو في 2 ب 200 كيلو او ب 200 متر مكعب. انا عايز بقى ايه؟ الشفاط بتاعي يغير لي 200 متر مكعب في الساعه. 200 متر مكعب في الساعه. اقسم بقى قدرته، هيطلع لك مثلا والله لو الشفاط بتاعك مثلا شفاط 50 يشتغل دقيقتين كل ساعه. لا مش هينفع، وينفع ما ينفعش كل ساعه هوي. لا انا عايز بقى اخليها ايه؟ دقيقه كل نص ساعه. لا انزل تاني. يبقى 30 ثانيه كل ربع ساعه. لا انزل تاني. يبقى ممكن اخليها 10 ثواني كل 5 دقايق. بس انا هشغل الشفاط على ديمر على سرعه 3، يعني على ربع او نص قدرته مثلا، او 3/4 قدرته الشفاط. يبقى اخليها بدل 10 ثواني كل 5 دقايق 20 كل 5 دقايق. وبهكذا انت وصلت لافضل طريقه سهله وبسيطه للتهويه. من عمر يوم، لو من 10 ايام، كيلو اللحم بيحتاج من 1.5 ل 2 متر مكعب هواء. من عمر 10 ايام لاخر الدوره، من 3 ل 4 ل 5، لو انت عندك اوزان سابقه شويه، متر مكعب هواء. بالليل خليها 3 او 4، بالنهار 4 5. حلو الكلام، عشان بالليل الجو يعني ايه؟ جو ساقع جدا 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 بالليل، كي لا تسقط منك الحراره يا ولدي. حلو الكلام. اسهل معادله وانا ماشي عليها بالظبط، انا اصلا مش ماشي على تايمر، ماشي على الحراره، يعني مش مهم. اسهل معادله تمشي عليها. تاني، من عمر يوم، لو من 10 ايام، من 1.5 ل 2 متر مكعب هواء لكل كيلو لحم. من 10 ايام نهايه الدوره، بالليل 3 4 كيلو، 3 4 متر مكعب هواء لكل كيلو. وبالنهار 5 او 4 كيلو او متر مكعب هواء لكل كيلو. خلاص، اعتقد انت لو الفيديو لو عدته تاني هتفهم مني. من عمر يوم، لعمر 10 ايام، اديهم من 1.5 ل 2 متر. من عمر 10 ايام نهايه الدوره، اديهم بالليل 3 4 متر، وبالنهار 5 متر او 4 متر حسب وزنك. كل الكلام ده الجميل ده، العلم ده تقريبي. يعني انت عملت كده لقيت ان فرخه مش مرتاح، يا باشا ريحه. علي بقى فتره التشغيل، انزل فتره الايقاف، علي شويه سرعه الشفاط، العب يا باشا، زود تهويه. اهم حاجه عينك وفرخك ونفسك وانت شايف الفرخه كده. برضو معلومه تانية جدا على السريع، لازم تخلي الفتره بتاعت الايقاف والتشغيل قريبه من بعض على قد ما تقدر. انت لو تلاحظ، انا عندي الشفاط اهو بيشتغل تقريبا يعني بيشتغل مثلا دقيقه كل دقيقتين مثلا يعني، لوحده على الحراره. بعض التريكات اللي مخليني اوصل لنفس النتائج وانا مش هروح على الحراره، بيشتغل نفس نتائج المعادلات وانا مش هروح على الحراره، ويمكن كمان افضل كمان. وعلى فكره مش غلط شغله على الحراره، بس في تكنيكات كده صغيره. انا عن نفسي صيف شتاء شغال على الحراره، اللهم بارك يعني. لو انت عندك مش عارف، خلاص خليك شغال على تايمر براحتك، هذا امرك. لكن انا بالنسبه لي بشتغل على الحراره صيف شتاء، واللهم بارك، افضل تهويه ممكنه عن طريق حاجات كتير جدا ذكرت بعضها، وان شاء الله نذكر بعضها في اللي جاي. عايز بس انبه على حاجه مهمه جدا، اوعى تخلي في تيار هواء مباشر يخبط الفراخ. انا عندي هنا حاطط شكاير على كل مكان حاسس ان في سرسوب هواء جاي مباشر، وعامل ملايه كامله سد اصلا الفتحه بتاعت الخليه، فمش عايز تيارات هواء مباشر على الفرخ. تاني حاجه، مش عايز تفاوت في الحراره بين الليل والنهار. الحاجات دي مهمه جدا 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 جدا، الحاجات دي مهمه جدا. بس كده، ده فيديو سريع جدا جدا عن التهويه. وما تخافش، عشان خاطر ربنا ما تخافش، هوي. الفرخ بتاعك لو اتكتم يموت، لو برد ما يموتش. لو اتكتم يموت طبعا، اكيد لو برد شويه ممكن يريش ويفقد جزء من وزنه عشان يحول جزء من العلف للتدفئه. كل الكلام ده جميل، بس لو يعني انت خايف ايه؟ خايف هيموتوا؟
هو انت لو كتموا هيموتوا، لو برد منك ما يموتش. تخيل بقى. وزي ما قلت لك بعد ان شاء الله ال 20 هنفتح شويه تهويه ونبسط ان شاء الله باذن الله. بس كده، دي معلومه سريعه جدا جدا عن التهويه. ما تخافش، هوي، ما تخافش، هوي مع الحفاظ على الحراره وبس. ان شاء الله خير باذن الله، وربنا يا رب يا رب يجعل كل دوراتنا خير ويطلع الدوره دي على خير. اخيرا بقى، دي برضه مفاجاه كده صغيره، في منتج رهيب، رفع مناعه وضد فيروسات رهيب. يعني حد طلبوا مني ان انا اجربه، وانا برضه في مكان اخر خاص برضه يعني عايز اجربه بصراحه. بس مش عايز اجيب منه كميات او اجيب منه حاجه يعني ايه هو غالي جدا بصراحه. هو منتج برضه خاص بشركه رويال يعني. بفكر اجيبه ونستخدمه اخر 10 ايام، نظرا لايه، لان انا بحب اجرب بسرعه، مش عايز انتظر الدوره الجايه يعني. هو منتج اسمه الاستانزا. الاستانزا ده مضاد فيروسات ورفع مناعه خطير جدا. بفكر اجيبه اجربه هنا عشان اقدر برضه ايه ارشحه ناس كتير قوي سالتني عنه. وبرضه في واحد صاحبي عنده عمر كبير سالني عنه. وبرضه في مكان تاني خاص انا محتاج استخدمه فيه، فبحتاج برضه ايه اعرف كده بريف سريع عنه. فبفكر. هو نص لتر اصلا معدي ال 1000 جنيه تقريبا، نص لتر يعني. فبفكر اجيبه المنتج ده ونجربه هنا مع بعض. الحلقه الجايه غالبا ممكن تلاقوني جبته غالبا يعني. بس وان شاء الله خير باذن الله. اقوم بحط ميه وعلف واشيل السبله وبس. لو عندك اي سؤال ده في التعليقات، برد على كل الناس، والسلام عليكم.